بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. حبيباتي سلطاناتي وسلاطين راقين ذاب، مشتاقة لكم. قبل ما أبلش بمقدمتي كلش مشتاقة لكم بقد رحمة الله. أحبكم في الله وعسى ربي يديمكم بحياتي نعمة ويحفظها من الزوال. أتمنى لكم أسعد الأقدار وأتمنى تكونون بأحسن حال وأنتم تسمعون صوتي تتفرجون على الفيديو. سموا بسم الله وصلوا على النبي. أول ما يوصلكم صوتي يلا أريد لايكات وأريد مشاهدات قوية، فدوة شوية همتكم وياي حتى يصير لي واهز أنزل فيديوهات يومية، واليوتيوب شوية يخف البلاغات والحظر مالته على قناتي، لأن دا يبقى الفيديو أسبوع 10 أيام يلا يوصل 1000 مشاهدة، فأنا أريد شوية همتكم وياي. قولوا يا الله وصلوا على النبي، توكلوا على الله وخلوا شوية فيديوهاتنا تتنشط حتى أقدر أستمر وياكم. أنا كلش آسفة واعتذر على تقصيري بحقكم وعلى الاختفاء، بس صدقوني يعني الدورة ماخذة كل وقتي، حتى بالبيت أحس نفسي مقصرة ويا أولادي، مقصرة بحق نفسي، بس إن شاء الله يا ربي المانع خير، لأن أنا كلش متعمقة بموضوع الروحانيات، فأتمنى أنه تعبي ما يروح هباء منثورة، واللي أقدر عليه وكل اللي أستفاد منه أنزل لكم إياه بكل محبة وبكل رحابات صدر مجانا لوجه الله تعالى. ما أريد منكم لا جزاء ولا شكورة، بس دعوة حلوة بظهر الغيب لكم بالمثل أضعاف مضاعفة منها، وعسى ربي يرزقنا وياكم أجمل الأقدار. أحبكم في الله، وتحية خاصة المواليد برج الدلو. يا مواليد برج الدلو شلونكم؟ شخباركم؟ أتمنى تكونون بأحسن حال رغم كل العكوسات وكل الخيبات والكآبة اللي عشتوها ومريتوا بها. دا أشوفكم جدا حزينين يا مواليد برج الدلو، ذكرا كنتم أم إناثا. الطاقة أرجع أقول لكم تنطبق ممكن على البعض، ممكن ما تنطبق على البعض الآخر، لكن اللي تنطبق عليه يعرف نفسه، واللي ما تنطبق عليه هم يعرف نفسه. هي أقدار، وهي حركة كواكب، وهو علم، وربي علمنا الإنسان ما لم يعلم. فأنا من أخذ تاروت البرج ومن أركز طاقتي وأنشره، مو معناتها أنه كل الأحكي ينطبق على كل مواليد برج الدلو، لا، ممكن العشرية الأولى الثانية الثالثة، الله أعلى وأعلم، وكل واحد يعرف اللي دا يصير وياه بسبب العكوسات. طبعا طاقة شفتها أنه مو كل شوى، رغم أنه أنا هم من مواليد برج الدلو، مرض، خيبات، عكوسات، قلة رزق، شلون أقول لكم يا فراق، سفر، دموع. هواي شفت دموع عندك يا مواليد برج الدلو، ما أعرف ليش أشوفك حزين ومكبوت ومنطوي على نفسك. اشكي يا حبيبي يا مولود برج الدلو، فضفض، طلع اللي بقلبك، اشكي، والشكوى لله. طبعا دائما خليك قريب إلى الله، ودائما اشكي همومك كلها لله، لا تشكي البشر، لأن البشر راح عفوا على هاي الكلمة، بس البشر راح يذلك ويحملك منية ويقعد يقول أنا مسحت دمعتك وأنا سويت لك 1 2 3، راح يعايرك. لكن الله سبحانه وتعالى الوحيد اللي طبطب عليك ويجبر خاطرك وخواطر الكل بدون ما يحملك منية. فدائما اشكي همك لله يا مولود برج الدلو، وربي هو مغير الأقدار. أتمنى لك أسعد الأقدار رغم كل الانكسارات والعكوسات والخيبات اليأس اللي شفته عندك يا مولود برج الدلو، بس دا أشوف عندك انفراجة كلش حلوة صدقا والذي نفسي بيده. انفراجة يعني راح تغير حالك وراح تثلج صدرك وراح تخليك تقول وفيش، تتنفس الصعداء وتقول اللهم ربي لك الحمد على ما أعطيتني، فالحمد لله دائما وأبدا. راح أشوف عندك انفراجة ونصر كبير. راح أشوف عندك الناس اللي أذوك وسووا لك سحر وسببوا مرضك ودمار حياتك وهجمان بيتك يا مولود برج الدلو، راح أشوفهم راح يعني دموعهم تنزل يتمنون بس إنه تسامحهم. أشوفك أنت قاعد شامخ كشموخ الملك وهيبة الملك وواثق من نفسك، وهم ينذللون لك إنه الله طلع حبتك بيهم. راح أشوف عندك توفيق ورزق جايك ينهال عليك كالمطر، والله أعلم، ورزقنا الله وإياكم من حيث لا نعلم ولا ندري ولا نحتسب. مولود برج الدلو صدقا عندك انفراجات وجبران خاطر، يعني رغم الانفراجات بس جبران خاطر من رب العالمين، مكافأة كلش حلوة، مكافأة ربانية أسميها، يعني فعلا راح أنا أسمي هذا الفيديو مكافأة ربانية أو مكافأة الله لك، يعني فعلا جبران خاطر رباني. يعني أول شي راح يبرد قلبك بالناس اللي أذوك، الشخص اللي عافك وتخلى عنك بنص الطريق وانت حبيته وثقت بيه راح يرجع نادم ويرجع يتوسل بيك حتى تسامحه وتنطيه فرصة ثانية. لكن أنا ما أنصحك بالفرصة الثانية، خليك شامخ لأن عوض الله أجمل وأحلى. لا تنطي فرصة الثانية لشخص تخلى عنك، لأن يتخلى مرة راح يتخلى مرات، بس عوض الله أحلى وأجمل وأروع.
فأتمنى لك فرحة يعني تدوم، عندك رزق كلش حلو، عندك مشروع تفكر به، الله أعلم، ممكن تجهيزات غذائية، معمل خياطة، وظيفة، ما أعرف يعني، سبحان الله، وظيفة بدائرة حكومية، بس عندك مشروع تفكر به وطريق وظيفة ينهال عليك الرزق منه، كلش حلو. توكل وصلي صلاة الاستخارة ولا تتردد أبد. أشوف أكو ناس يا مولود برج الدلو يستعطفوك ويطلبون منك السماح بعد خيبات سببوا لك إياها، وأكثر من مرة تكرر هذا الشيء، أكثر من مرة بين عندي إنه هذول الناس راح يجون يستعطفوك ويطلبون منك السماح، وأنت واثق من نفسك وفرحان وتقول اللهم لا شماتيك في إنه الله نصرني ربي إني مغلوب فانتصر. فأهنيك يا مولود برج الدلو إنه حبتك ما ضاعت يا رب العالمين، وإنه الله جبر خاطرك. مولود برج الدلو عندك سفر لا محالة، الله أعلى وأعلم، ما أعرف سفر خارج البلد أو ممكن داخل البلد كسياحة أو تغير نفس، بس هاي السفرة اللي راح تسافرها راح تغير نفسيتك جذريا، راح ترجع مرتاح نفسيا، يعني ذاب كل الطاقة السلبية ورا ظهرك، ترجع نشيط، ترجع تحب الحياة، ترجع تمارس كل حياتك بكل ثقة ويقين. فهاي السفرة أنا أشجعك عليها يا مولود برج الدلو، توكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، لأن كلش حبيتها. فيا مولود برج الدلو أشوف عندك دمعة بطرف عينك، إنه مو بسبب يعني مثلا لا سمح الله موقف راح يصير لك أو حزن أو فقدان عزيز، لا، دمعة بطرف عينك على نفسك. أشوفك يعني حزين على نفسك، إنه أنا ما أستحق هذا اللي جاي يصير لي، إنه أنا حبيت ووفيت وانطيت عطاء ما له حدود، بس الكل استغل طيبتي، الكل داس علي، الكل أذاني، حتى أقرب الناس إلي. فأنت حزين على نفسك، لكن أنا أقول لك امسح دمعتك يا مولود برج الدلو، وقول يا رب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثق بالذي نفسي بيده، الله سبحانه وتعالى راح يجبر خاطرك جبرا ما له وصف، وراح يعوضك العوض الجميل بعد الصبر الطويل، وراح دموعك كلها تكون دموع فرح إن شاء الله. بس قول يا رب. أنا كذلك أعرف وحاسة بك يا مولود برج الدلو، يعني يمكن أنا عانيت هم نفس المعاناة اللي أنت عانيتها كوني أنا دلوية، لكن صدقا أنه من تمر عليك هاي الحالة إنه تكون حزين على نفسك وتكون دمعتك بطرف عينك، تريد تبكي على نفسك، إنه أنا ما أستحق اللي أعيشه، ما أستحق هاي العكوسات، ما أستحق هاي الخيبات والخذلانات، لأن أنا طيب قلب وصافي قلبي ويا الكل وأحب الخير للكل مثل ما أحب النفسي، ليش يصير بي هيك؟ فأنت أفرح، لأن بالعكس إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وكلما ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت وما كنت أظنها تفرج. فثق يا مولود برج الدلو إنه الجاي أحلى أحلى أحلى، عندك انتصار كلش كبير، عندك فرج وجبران خاطر كلش كبير، عندك سفر قلت لك، عندك رزق، عندك وظيفة، عندك مشروع، عندك كذلك زواج، أكو زواج، بس ما أعرف يعني هذا موضوع الزواج يعني أكثر من مرة فتحت بيه ظليت مترددة، إنه إما يعني منفصلين مثلا مطلق يرجع لطليقته بعقد زواج جديد، أو مثلا مشروع زواج إنه عادي يعني شخص تحبيه ويحبك أو أنت تحبها وهي تحبك تتزوجون، يعني أكو زواج لا محالة، وأكو ذرية، الله يبشر الجميع يا رب، كما بشر زكريا بيحيى وإسحاق بيعقوب، أكو ذرية وأكو فرحة الذرية، أكو نذر يا مولود برج الدلو، عندك أمنية أنت ناذر لوجه الله تعالى، نذر الله أعلم إما مبلغ مالي أو تذبح خروف، أو الله أعلم وأعلم أنت اللي ناذر عن النية اللي أنت تنويها وأنت أدرى بها، فراح توفي هذا النذر وأنت فرحان ودموع الفرح بعيونك، وتقول يا رب لك الحمد على ما أعطيتني، يا رب بارك لي فيما رزقتني. فأني أهنيك يا مولود برج الدلو على هاي الطاقة الحلوة، من صبر ظفر، سبحان الله، من وثق بالله ما خاب ظنه، حاشا لله أن يخذل العبد من عباده. أتمنى لك سعادة لا منتهى لها أنت وكل الأبراج، حتى لا أكون أنانية بدعوتي، مولود برج الدلو أنت وكل الأبراج أتمنى لكم سعادة لا منتهى لها، تسجدون لله الشكر من فرحتها، أتمنى لكم أقدار جميلة. مولود برج الدلو أول ما فتحت الطاقة مالتك يعني صراحة قلبي انقبض شوية، كانت سلبية، بس بعدين بدت التباشير والأمور الحلوة تهل. افرح انه الله راح ياخذ حوبتك من اللي ظلموك، من اللي خربوا بيتك، من اللي فرقوك انت وزوجك او انت وحبيبك بسبب السحر. افرح انه الله راح يجبر خاطرك ويعوضك عن الحبيب بشخص اكثر واحسن ويحبك ويقدرك ويعرف قيمتك. افرح انه الله راح يجبر خاطرك بالوظيفة وبالرزق وبالدراسة. افرح دائما وابدا لانك مع الله، ومن كان مع الله لا يحزن. اتمنى لك يا مولود برج الدلو انت وكل الابراج اوقات ممتعة واوقات حلوة. اتمنى انه نالت رضاك هاي القراءة السريعة. اتمنى
أتمنى لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس دعم المملكة. أحبكم في الله، وآسفة جدا على تقصيري وياكم، وراح أتواصل وياكم، لكن أريد تشاركون فيديوهاتي ولايكات قوية ومشاهدات هواية حتى تصعد الفيديوهات واليوتيوب يرفع الحظر عني. استودعكم الله الذي لا تضيع